مسلسل النص بتاع احمد امين. مسلسل النص بتاع احمد امين. ماشي، قول إضاءة. القصه لا قول القصه لا، يخرب بيت يابا الاضاءه انا شال في الايام اللي على الانجليز يابا يخش يقلب الناس. يا عم ايه ما بحبش الفيزيكال تاتش. انت كنت ممكن تبقى عائق قدام النص في حياته، لان هو كل حاجه بيعملها ان هو بيخبط ياخد المحفظه، يخبط ياخد المحفظه. طب ما خلاص يابا عايزين نشوف الباقي. خش احكي القصه. انت بتاع الحكاوي، انا بتاع الاضاءه. ماشي انا استاذ لمبه. أنا هنا جاي اتكلم تكنيكال. مسلسل النص بيتكلم عن احمد امين اللي هو النص، شخص الشخص المفروض ان هو ايه، عمده النشالين، مفيش حد في قوته وابداعه في النشل. جميل. تمام. بيقرر ان هو يتوب، ولكن بتحصل حاجه لاخوه، اخوه بيتقبض عليه ضد الانجليز. بلوتايه في الدنيا، واحد بيحتاج الفلوس فبيحتاج فلوس فبيرجع للنشل تاني. بس ده يعني ايه حركه المسلسل. ايه رايك في المسلسل؟ انا عجبني شخصيات، عجبني كاستنج. ماشي بصراحه احمد امين طبعا لا غبار. شخص انت اغلب الشخصيات كرتونيك على انت فكره. راجل محترم. مش كرتونيك ومش حاسسها كاريكاتير قوي، حاسسها في شخصيتين بالذات كاريكاتير قوي. صدقي صخر. صدقي صخر ومين؟ وحمزه العيدي. حمزه العيلي بيحب. انا ممثل مسرحي. انا بموت في الحكومه. في شخصيتين خارجين فاهم من فيلم كرتون. ماشي بس عايز. وفي شخص هم واخدينه من الزمن ده. يا جدعان الشخص ده جامد قوي في الحته دي. مين؟ مراد مكرم. مراد مكرم. لا مراد مكرم في الحته دي يا جدعان جامد قوي. عملها قبل كده، عارف فين؟ عملها في لقطات، وعملها في غرفه 207. بس في لقطات. لا هو عصر الطرابيش. اوكي تمام. كان عامل شخصيه جامده. كان عصر الطرابيش ماشي، بس غرفه 207 كان باشا. كان باشا. والتاني باشا برضه، بس باشا طربوش. هو هنا برضه باشا. ما خرجناش بره ايه طبق الارستقراطيه اللي هو جاي منها. اللي هو فعلا منها. يا جدعان لا الشخصيه جامده قوي. بس هو في ميزه. انا بتكلم دلوقتي على الكاستنج حلو. صدقي صخر، حمزه العيلي، مراد مكرم، عبد الرحمن محمد يا جماعه بيضحكني. اسماء جلال. اسماء يا ابو اليزيد. اسماء جلال. انا هنحيها. لكن بجد عبد الرحمن ضحكني، بعيدا عن الناس اللي داخله تشتم فيه، ما اعرفش. انا ضحكني ثنائيته مع احمد. ايوه شكله بيضحك مع البتاع، مش بادي شيم. شكله مع الاكشنات وشه على كلام احمد امين بيضحك. يا جدعان وهو فعلا الشخصيه دي بالهزل اللي بتعمله في الحياه مضحك جدا. بجد مضحك جدا. شفت لما دخل يتنحنح بتقول له هو في حد غيري والله يا مش انا خلاص. شفت انتصار كانت بتقول انت بتروح لحتت غريبه. انت بتروح لحتت غريبه. ده من اشغال شقه جدا. ما علينا. قالت اللاين ده. لا واللاين ده اللي انت فاكره دي المشكله. اللاين اتبروز. فرحنا انك ليه. دلوقتي الشخصيه بتاعت احمد امين حلوه قوي. التجسيد جامد. بس هو واخد نفس ستايل رفعت امين شويه، رفعت اسماعيل شويه في نبره الصوت. بس الستايل مختلف خالص. نبره الصوت والاولويات وكل الكلام يعني ده. تحس ان هو نفس اللي هو هيتكلم هيقوم قايل لك ايه. طبعا انا مش عارف ايه برضه نفس ايه نبره الصوت الحزينه المكسره دي. مش عارف مش حاسسها، بس حاسس ان فاهم الشخصيه متكامله بشكل او انت راجل توب فاهم. شخصيه حمزه العيلي جامده، بس وعظي قوي. وعظي ايه؟ ستايل ده راجل شمال. لا ستايله في التمثيل وعظي قوي. ايوه بس الصراحه فاهم اللي هو ايه، مفيش دور عمله تقدر فاهم تقول عليه مش عاجبني. الراجل الصراحه فاهم اللي هو بيعمل. انا بحب حمزه العيلي على مستوى الشخصي. حتى انا قلت لك ان الشخصيتين بتاعته هو وصدقي صخر، وانا بحب الاثنين اصلا. تمام. كرتونيك بس ما تعرفش برضه تتضايق. فاهم. صدقي صخر عامه لا شكله لايق. بس هو خدها فاهم، فتح اوبن في الكرتون. بس كراكوزو لايق على الكرتون فتح اوبن فاهم. مراد مكرم زي ما قلنا يا جدعان، الراجل ده مكانه هنا بجد. الراجل ده جامد جدا. رستم باشا. ودايما في الاداءات التمثيليه بيعمل حتت رغم ان فاهم الناس مش مركزه عليه قوي، ولكن هو جامد. بس هو بيخس دلوقتي، يعني اتمنى انه لما يخس ما ياثرش على اداء التمثيل. اظن ما لقيتش حد قبل كده خس اثر على اداء. ممكن تخن اثر على اداء. مين؟ يا عم الناس اقول لك في حد يا عم خس اثر على اداء التمثيل.
فاكر. ويزو وشيماء سيف والناس دي. ودول كان في اداء تمثيل ودول كان في اداء تمثيل. معلش عشان الصحافه الصفراء اللي انت بدأها دي مش هتودينا في داهيه مش هتودينا في حته. طيب نتكلم تكنيكال. اضاءة المسلسل ده يا جماعه من اجمد الاضاءات اللي موجوده في سيزون رمضان. تقول لي ليه؟ ليه؟ قول لي ليه؟ لا ما انا بسالك. ليه؟ قول انا بسالك ايوه ما مش عارف ليه. هو مش واخدين تيمه ثابته زي المسلسل اللي فات اللي كنا اتكلمنا عنه اللي هو ولاد الشمس. اتفرجوا على الحلقه مش فور شادو. واخد اضاءات مختلفه، بيلعب حسب المكان، بيلعب خارجي كتير وخارجي. انت في مدينه الانتاج يعني انت باني ديكور وبتشتغل عليه مش مشكله، انما فكره الخارجي ان انت تنوره حلو ده في حد ذاته حلوه، تديك ايه حته مصداقيه كده. العالم حلو على فكره، وكمان بقى لعبيه لوكي. انا احب اللي يلعب لوكي قوي. العالم حلو. اللي يلعب اضاءه لوكي ده انا هشيله فوق راسي. معنى ليه بقى لوكي؟ يعني احنا بنلعب باضاءات ايه خافته، بس انت شايف التفاصيل، الباك جراوند منور فيها حاجات، بيلعب على الورمات، بيلعب على حاجات صفراء، مش عشان احنا في عصر قديم والكلام ده لذيذ وكل حاجه، بس هو لعيبها صح يعني، مش لعيبها كليشيه. مش قال لك احنا فينتج، يلا يا باشا حط اضاءات صفراء في كل حته نور لي الناس دي. انت بص تخش في وقف اي فريم هتلاقي الممثل الطربوش بتاعه متجسم. غير كده كمان اسمه ايه ده وده موجود في اي حته، بس هم لاعبينها بالتوناليتي صح. العالم حلو، الستايل اللي هم بانيينه بالاستوديو وكل الكلام ده حلو طبعا. ده كل دي كورات، لكن ما شفناش الكلام ده على فكره كمغامره. احنا شفنا العصر ده كمغامره قبل كده. مغامره لا شفناه في اسمه ايه اللي هو بتاع حسن افندي ده، حسن افندي بتاع احمد حاتم. عمر افندي بتاع حسن افندي. يا دين كان اسمه حسن في البتاع. ما علينا. ولا ما كانش اسمه حسن يا عمي مش عارف، هو ربنا اعرف. انا مش فاكر. عمر افندي كان في ناس، كان نفس الديكورات بنفس الاجواء بنفس كل حاجه، بس الاضاءه بتاعته كانت وحشه عشان هو كان ايه، كان سفت يا باشا وقطن في قطن، ودي العدسه اللي بتخلي كل حاجه ورا سايحه في بعضها وخلاص. حصل اتفق. قال يعني فاهم. ما علينا. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول اجعل. الصوره عجباك؟ ايوه الصوره حلوه. انهي صوره عجباك اكتر، ولاد الشمس ولا النص؟ العالم حلو يا ابني ماشي، بس ما اولويات ده غير اولويات ده. انهي واخده المود اكتر؟ ماشي النص، بس اولويات ده غير النص عايشك في الحاله، معيشك في الاضاءه. بمناسبه اولاد الشمس يا جدعان، ضياء عبد الخالق عامل اداء. ضياء عبد الخالق جامد، ما اقدرش انكر حاجه زي كده، ونسيت اقولها في الحلقه اللي فاتت. بحب ضياء عبد الخالق على مستوى شخصي. بالظبط. انا يا جدعان مستر سلطع والموميا وحاجات جميله جدا. عارف لو جو اليتامى اللي انت عملته ده طلع بجد يبقى انت فعلا واد نضيف. اي حاجه بقى نرجع للفيلموجرافي ضياء عبد الخالق نجيب كل حاجه. ماشي. عندنا حاجه تانية نقولها في النص؟ لا اي ثينك لا. بس على فكره يعني ايه، هو حاجه مثيره للاهتمام. يعتبر بالنسبه لي احسن حاجه اتفرج عليها بالظبط. هو الاحسن دلوقتي النص. مع اشغال شقه انت لازم تشوفه. النص احسن. حتى مش محتاج تشوف الجزء الاول، تشوف الجزء الثاني. انا بشوف اتفرجت على اسمه ايه على الفيسبوك. انت ما بتحبش الكوميديا اللفظيه؟ لا انا بحب طب ايه مشكلتك فيه؟ اتفرج عليه. ما بداتش الجزء الاول. مش مهم، مش محتاج، مش مهم بقى خلاص اللي حصل. المهم بشوف هم 5 حلقات نزلوا بالطول بالعرض. بشوف الافات. اكتر افيه عجبك؟ في افات ما اقدرش انا مدينه من نيجيريا. ومدينه من نيجيريا. عربي من كرداسه. اسمه ايه ده؟ وبعدين هو اختار مدن كمان مضحكه. ابيجان وابو جدو ابو جايدو ايه؟ والله ما فاكر. ابو جدوجو حاجه كده، او جدوجو. علينا بقول لنا في الكومنتات المحترمه. سير ما علينا. اسمه ايه والافات اللي هي بتاعت الحلقه اللي ما ينفعش نقولها. انهي افات حلقه؟ في افات جنسيه في حلقه ما. بس هي كانت افات عاديه، مش جنسيه قوي. حسيتش ان هي يعني فجه قوي يعني. ما هي مش فجه، بس هي تصنيفها في جنسي. اخر حلقه نزلت الحلقه بتاعت اللي دخل فيها احمد الرافعي، شوت اوت لاحمد الرافعي، صورنا مع بودكاست. يعني الحلقه نزلت كلها عن عالم البحار بتاعها، ما عجبتنيش الصراحه، حلقه خايفه جدا. ما علينا. بس عشان ايه ادي كل حاجه حق. احنا هنا بندي الناس مش عايز يخلي عنده وان فان. والله هو رافض. يلا اقفل بسرعه.